بيبدأ الفيلم بعملية سرقة من فوق واحدة من أكبر ناطحات السحاب في مدينة نيويورك، وقبل أسبوعين بس من بداية الألفية الجديدة. الحرامي حط طبق إرسال وظبط طول السلك وشغل نظام الرؤية الليلي، ورمى نفسه من فوق السطح لحد ما وصل للدور اللي هيسرقه. فتح الشباك الإزاز وعلقه على عجل ودخل المكتب، عطل أجهزة الإنذار بمنتهى الاحترافية، وسرق اللوحة وحطها في الكفر بتاعها وبعتها للعنوان مع بريد الشركة، ورجع كل حاجة تاني زي ما كانت. وكان في واحد بيراقبه وبيصوره من المبنى اللي قصاده. كان باعت اللوحة لتاجر آثار في أندونيسيا مقابل حاجة عنده، لكن التاجر رفع السعر وطلب فلوس زيادة. وفي شركة التأمين هيكتور مدير الأمن كان بيحقق في عملية السرقة، ومعاه موظفة التأمين جين، وقال لها إنه اتصل بيها بالليل لما اكتشفوا السرقة لكنها مردتش. جين قالت له إنها كانت نايمة ومحبتش ترد، وشرحت له تصورها إزاي تمت عملية السرقة، وقالت له مفيش غير واحد بس هو اللي ممكن يعمل العملية دي، ماك، أشهر لص تحف وآثار، لأنه كان في المزاد اللي اللوحة اتباعت فيه وعرف مين اللي اشتراها وسرقها. هيكتور قال لها إن ماك كبر في السن وما يقدرش يعمل النوع ده من السرقة. قالت له إنها مستعدة تراقبه وتنصب له فخ علشان يمسكوه وهو متلبس بعملية السرقة الجديدة، لأنه بيخطط لسرقة القناع الذهبي. وافق على طلبها واداها مسدس للطوارئ. جين سافرت وراه لندن وبدأت تراقبه، وشافته وهو داخل مول تجاري في واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا. وبعد فترة سمعت أجهزة الإنذار بتضرب في المركز كله، وشافته هو نازل مع الناس عادي وبيتفرج معاهم على اللي بيحصل، وعرفت طبعا ان هو اللي ورا عملية السرقة دي، بس كالعادة من غير ما يسيب وراه اي دليل. لما روحت الفندق لقيت كل هدومها اتسرقت من الأوضة، وهي نايمة المسدس كان جنب المخدة. وبالليل حست بحركة في الأوضة والمسدس اختفى، ولقيت ماك قاعد قدامها على الكرسي وعرف انها كانت بتراقبه. قالت له انها جايباله عرض مش ممكن يرفضه، سرقة القناع الأثري. قال لها ده موضوع صعب لانه في قصر بيتفورد شديد الحراسة. جين قالت له إنها معاها الرقم السري للصندوق اللي فيه القناع، لكنها محتاجة مساعدته في الدخول والخروج، وإن عندها مشتري هيشتريه ب$40 مليون. ماك قال لها إنه لازم يثق فيها الأول علشان يوافق، واداها ميعاد تاني يوم، وقال لها ما تتأخرش لأنه عمره ما اتأخر على ميعاد إلا في حالة واحدة بس، إنه يكون ميت. أخدها في عربيته ووقفوا قدام محل تحف. قال لها تدخل تسرق الفازة الموجودة جوه المحل، تمنها حوالي $200,000، وده الامتحان بتاعها. قالت لصاحب المحل إنها من طرف ماك وجاية علشان الفازة، لكن لما شافتها قالت له إنها مزيفة. حط السكينة على رقبتها وافتكرها من الشرطة. ضربته بالفازة وشافت جواها فيلم كاميرا. لما قالت له إنها كسرت الفازة لأنها مزيفة قال لها كده أنت سقطت في الامتحان. طلعت له الفيلم وقالت له بس جبت اللي أنت عاوزه. قال لها دي خرايط لقصر بيتفورد اللي القناع موجود فيه. لما وصلوا قدام الفندق اداها شنطة فيها جزء من هدومها اللي سرقها، وطلع بيها على سطح الفندق، وقال لها باقي هدومك في شنطة مع أمن الفندق وجواها صورك وانت بتراقبي المركز التجاري اللي حصلت فيه السرقة. 4 شرايح إلكترونية اتسرقت من الشركة، وقيمة كل شريحة فيهم حوالي $5 مليون، وفي شريحة منهم جوه الشنط بتاعتك اللي مع الأمن، ولو حاولت تخدعيني هتروح السجن. ركبت معاها الطيارة وأخدها وراحوا البيت بتاعه. كان قصر كبير وقديم في منطقة هادية، وكان مليان بالتحف واللوحات الأصلية. وراها أوضتها وحاولت تأثر عليه بجمالها، لكنه قال لها إنه عنده قوانين في شغله، ما بيعملش أي علاقات عاطفية مع شركائه في الشغل. وبدأوا يرسموا الخطة بتاعتهم. هيدخلوا من البحيرة اللي تحت القصر لأن فيها نفق سري عملوا الدوق للهروب، وقال لها إحنا بقى هنستخدمه للدخول. ولما طلب منها شفرة الصندوق اللي فيه القناع لأنه هو اللص اللي هيسرق المتحف رفضت. لم الخرايط وكل حاجة وقال لها تروح. جين صرحته وقالت له إن هي اللي سرقت اللوحة، طلعت من فوق المبنى وسرقتها وبعتتها بالبريد كمان، ومحدش طبعا كان يتوقع ده. ماك طلع لها اللوحة وقال لها مش هي دي. كان أذكى منها وقال لها وانا ايه اللي يطلعني فوق المبنى وانا ممكن اسرقها من غرفة البريد اللي في الدور الأرضي. جين انهارت وقالت له إن اللوحة كان لازم توصل لتاجر الآثار اللي في أندونيسيا. ماك فهمها وقال لها وإيه اللي عاوزة تسرقيه من هناك؟ قالت له حوالي $100 مليون. ولما سألها عن العملية عملت زيه وما رضيتش تقول له أي حاجة إلا لما تثق فيه الأول. تيبيتو كان الشخص اللي بيجيب الأدوات لماك،
وكان جايب له الأدوات اللي هيحتاجها في العملية الجديدة. وجين كانت بتتمرن في البحيرة. ماك طلب منه يشتري لها فستان يليق بحفلة سهرة لأنهم هيحتاجوه في المهمة، وبدأوا يجهزوا مكان التدريب بتاعهم ويعرفها الخطة وإزاي تقدر تتخطى أشعة الإنذار والليزر. هو هيكون عينيها لأن الأشعة دي مش مرئية، كل حاجة كانت محسوبة بالثانية، وأي تأخير ولو ثانية واحدة العملية كلها هتفشل. لحد ما عرفت الحركات كويس جدا وعملتها وهي مغمضة. وبعد قسوته معاها في التدريب قدم لها هدية، كانت فستان السهرة اللي هيروحوا بيه الحفلة. جين اتأثرت وقالت له إن دي أول مرة حد يشتري لها هدية. ماك قال لها ما تقلقيش، هخصم تمنها من نسبتك. ضحكت وقالت له إن هي كمان عاوزة تشتري له هدية، وسابته وخرجت. راحت كابينة التليفون العمومية اللي في البلدة واتصلت بهيكتور مدير أمن شركة التأمين. وماك كان سامع كل المكالمة اللي بينهم. قالت له إنها مع ماك في القصر بتاعه وإن اللوحة معاه وممكن يقبض عليه دلوقتي، لكن اقترحت عليه يستنى ويقبض عليه متلبس بسرقة القناع علشان مدة سجنه تبقى أطول. لكن ما قالتلوش عملية السرقة هتتم إمتى. لما روحت القصر ما لقيتش ماك، ولقيته سايب لها ورقة تقابله على السطح. دورت عليه لحد ما اتفاجئت بيه جاي من وراها. حط ايده على كتفها وقال لها انه عمره ما طلع هنا وما رماش حاجة من فوق السطح. بصت له قالت له ارمي اللي انت عاوزه. رمى الكاس بتاعه وقال لها تجهز نفسها علشان هيخرجوا. لبست الفستان وكان مستنيها واديت له وردة حمراء، وكان واضح ان الاتنين بدأوا يعجبوا ببعض. راحوا قصر بيتفورد اللي فيه القناع الذهبي، وعمل نفسه بيعدل لها الفستان وحط على الارض نقطة اشارة. وبعد المتحف ما قفل ابواب ونزلوا من تحت البحيرة ودخلوا من النفق السري لحد ما وصلوا تحت الاشارة بالظبط، وبدأوا يزرعوا المتفجرات في السقف. واستنوا لحد ساعة القصر ما تدق 12 بالليل، ومع كل دقة كانوا بيفجروا جزء من المتفجرات ويجهزوا شغلهم علشان حارس الأمن ما يسمعش أي صوت. بعد ما نفخوا البالونة وقعوا عليها جزء السقف اللي هيوصلهم لأرضية القاعة اللي فيها القناع، ورفعوا البلاط على حامل متحرك. ضابط الأمن بدأ يعمل جولته الروتينية كالمعتاد، ودخلت جين القاعة ونفذت كل اللي اتدربت عليه لحد ما وصلت للقناع. عطلت جهاز الإنذار اللي تحت القناع وسرقته، ولما الحارس اكتشف السرقة كانوا هم خلاص هربوا من المكان. وهم في القارب أخد منها القناع وقال لها الحقيقة إنك بتخدعيني وبتشتغلي تبع شركة التأمين، وبدأ يغطسها في المية. قالت له إن العملية دي كلها كانت فخ، وعلشان كده هيكتور قال لها على الرقم السري للصندوق اللي فيه القناع، لكنها محتاجاه في مهمة أكبر. قال لها أيوة اللي ب100 مليون دولار. خرجت من المية وحطت السكينة على رقبته وقالت له لأ ب1 مليار دولار، وده نصيبك أنت لوحدك من العملية. وطلبت منه يسافر معاها أندونيسيا. وهم في أندونيسيا قالت له إنهم هيسرقوا بنك، وكان فاضل يومين على رأس السنة والألفية الجديدة. نزلوا في فندق شعبي لكن كان بيبص على أطول برجين في العالم اللي فيهم البنك الدولي اللي بيتحول له كل المعاملات المصرفية من دول جنوب شرق آسيا كلها. انبهر بالفكرة وبدأت تشرح له الخطة. البنك ده كان متصل بكل الفروع بتاعته عن طريق الكمبيوتر، ومركز التحكم بتاعه في نيويورك، لكن مدير فرع أندونيسيا يقدر يدخل على أي مكان في البنك من خلال طريقتين: مسح قرنية العين والمفتاح المشفر. وتاجر الآثار اللي في أندونيسيا قدر يوصل لنسخة من مسح قرنية رئيس البنك لما واحد تبعه رشه بمادة في عينه، والمفتاح بتاعه هيقدروا يوصلوا له. وبسبب الهوس من الألفية الجديدة ومشكلة الصفر في الكمبيوتر، الفرع المركزي بيعمل تجارب أمنية في كل الفروع. والساعة 12 ليلة راس السنة هيوقفوا تشغيل كل الكمبيوترات المركزية لمدة 30 ثانية، وفي خلال ال 30 ثانية دي هنتصل بالكمبيوتر المركزي، وهنحتاج كمان 10 ثواني علشان نحول الفلوس. وقالت له انها وهي بتسرق اللوحة سابت جهاز اشارة بيخترق اشارة الساعة، وبياخد من ساعة البنك جزء من الثانية كل دقيقة، وده هيوفر لهم ال10 ثواني اللي محتاجينها. وطلعت له اسطوانة قعدت تعملها 5 سنين وهي شغالة في شركة التأمين، بتدي اوامر مباشرة للكمبيوتر بتحويل مبالغ صغيرة من حساب كل الشركات لحسابها، واجمالي التحويل هيوصل ل 8 مليار دولار. قال لها الموضوع ده عاوز على الاقل اسبوعين من الدراسة والتخطيط. جين قالت له لو العملية دي ما تمتش بكرة يبقى مش هتتم ابدا. وافق بشرط انها تديله نص المبلغ، وبدأ يدرس المبنى وكل المداخل والمخارج ويرسم الخطة بتاعته. وجين راحت لتاجر الآثار علشان تاخد منه نسخة مسح القرنية لرئيس البنك، وكان معاها القناع الذهبي اللي هو طالبه. لكن لما فتح الصندوق لقى فيه قطعة من الحجر، والقناع كان مع ماك.
كان بيحاول يديه لصديقه تيبيتو وقال له انه هيلغي العملية لانها مستحيلة، لكن تيبيتو كان عارف ان هم هيعملوا عملية في اندونيسيا ومرضيش ياخد القناع وقال له فيها لغ فيها، وهدد ماك وسابه ومشي. لما روح البيت جين ضربته لانه اخد القناع وضيع عليها كل حاجة. اداها القناع واعتذر لها، وكان في واحد كالعادة مراقبهم. بدلت القناع مع تاجر الآثار واخدت اللي عاوزاه ومشيت. وماك كان في محطة المترو بيدرس خطواته وبيعلم في الأرض، وهي ماشية في السوق قبضوا عليها. هيكتور قال لها إن القناع اتسرق وانت ما اتصلتيش بيا ولا وقعنا ماك في الفخ زي ما احنا متفقين، ووراها صورهم مع بعض. قالت له ان كل ده شغل وان ماك بيخطط لعملية اكبر، وطلبت منه مهلة لحد بكرة وهتديله كل المعلومات. وطلع اللي اتصل بيه كان تيبيتو وقال له انها بتخدعك. وقبل ساعة من ميعاد العملية ماك راح البنك متنكر في لبس عامل أسانسير، واختار الأسانسير رقم 5 وشغل برنامج على الكاميرات بتاعته وعلى كاميرات الدور كله علشان في وقت محدد تثبت الصورة. جين دخلت المبنى وركبت الأسانسير ومعاها ماك، وكانوا عارفين انهم متراقبين. خرج من الاسانسير في الدور ال70، ولما البرنامج بتاعه اشتغل دخل الاسانسير تاني، وكلهم على الكاميرات كانوا شايفين الاسانسير فاضي. هيكتور كان متأكد انهم هيحاولوا يسرقوا تحف او انتيكات من المبنى، وما جاش في باله انهم هيسرقوا خزنة البنك، وطلب منهم يقبضوا عليهم فورا. رشوا سبراي علشان يشوفوا اشعة الليزر اللي قدام باب الأوضة اللي فيها الخزنة، ولما عدوا فتحوا الباب بمفتاح البصمات. دخلوا الأوضة اللي فيها الكمبيوتر المركزي، وجين فتحت الكمبيوتر بمسحة القرنية بتاعت مدير البنك. الكمبيوتر المركزي في نيويورك قطع الاتصال بفرع اندونيسيا قبل 10 ثواني من الميعاد، ووصلوا الكمبيوتر بتاعهم وبدأوا ينقلوا الفلوس، وعلى الساعة 12 كانت كل حاجة تمت. جين حبت تفصل الكمبيوتر لكن أجهزة الإنذار ضربت. ماك سحب الاسطوانة على آخر لحظة وهربوا، وهم في الأسانسير هيكتور وقف كل الأسانسيرات وبدأوا يطردوهم، وهم بيهربوا ضربوا عليهم غاز. خرجوا من الأوضة وماك جات له فكرة، كسر الكاميرا اللي في الممر ودخل الأوضة اللي فيها الغاز تاني على عكس ما كل الأمن كان متوقع. مشيوا في الأوضة وهم مغمضين لحد ما وصلوا للفتحة اللي في الإزاز. كانت معاناة كبيرة جدا لأن طبعا أكل العيش مش بالساهل برضو. لما خرجوا من الأوضة ماك اداها حزام فيه باراشوت للطوارئ، وهم ماشيين على السلك علشان يعدوا للمبنى التاني السلك اتقطع وحزام جين وقع منها، لكن قدروا يطلعوا للسطح على آخر لحظة. لكن الأمن حصروهم من كل ناحية. ماك اداها حزام الباراشوت بتاعه وقال لها تنزل من فتحة التهوية. عينيها دمعت وما كانتش عاوزة تسيبه، لكن قال لها تطمن وتقابله بكرة في محطة القطر الساعة 6:30. ونزلت من فتحة التهوية وخرجت من تحت الأرض بين الناس اللي بتحتفل. تاني يوم وهي مستنية ماك اتأخر عليها وافتكرته مات زي ما قال لها أول مرة قابلته فيها، لكن فجأة لقيته قدامها بس ما كانش لوحده، كان معاه صديقه تيبيتو، وكان في الحقيقة ضابط من الFBI، ومعاه هيكتور مدير أمن شركة التأمين، وادوهم دقيقة مع بعض. ماك قال لها إن تيبيتو ضابط في الFBI، وكانوا عارفين من سنتين إنك لصة، بس ما كانش عندهم دليل، وإنه عمل معاهم صفقة وسلمهم اللوحة والقناع وال7 مليار دولار بوشوشها، وقال لها تصرف نفسها بالمليار دولار، وحط لها مسدس في جيبها وجواز سفر، واعترف لها إنه حبها. ما كانتش عاوزة تسيبه لكنه قال لها تنفذ الخطة وتهرب، وقبل ما يقبضوا عليها حطت المسدس على رقبته وودعته وركبت القطر ومشيت. بعد ما بعدت هيكتور كان هيتجنن إنها فلتت تاني، لكن كان واضح إن تيبيتو مرتب كل ده مع ماك، واداله الشرايح الإلكترونية اللي تمنها 20 مليون دولار ومشي. وهو قاعد كان بيفكر في جين، الحب الحقيقي اللي جاله بعد سنين، لحد ما لقاها قدامه على الناحية التانية من الرصيف. قالت له إنها بتحبه وما ينفعش يسيبوا بعض تاني، وعرضت عليه صفقة أكبر من اللي فاتت. لو الفيلم عجبك ياريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.